مؤخرا الاستثمار الفندقي أثبت إن هو من أفضل الاستثمارات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، بالأخص بسبب الأحداث اللي موجودة حوالين حدود مصر. كان في زوار كتير جدا من إخواتنا العرب، سواء الخلايجة أو دول تانية، فبقى في إقبال كبير جدا سياحي في مصر. لو حضرتك بتفتح الابليكيشنز الخاصة زي بوكينج أو أي ابليكيشنز تانية خاصة بتأجير الوحدات الفندقية في مصر، هتلاقي تقريبا في ظل 8 شهور أو 9 شهور في السنة معظم الفنادق في مصر بالكامل هتلاقيها ان هي محجوزه بالكامل. وكمان الاسعار الايجارات بتاعتها بتوصل لمستوى كبير جدا للايجارات. مؤخرا الاستثمار الفندقي بقى يعمل مقارنه او منافسه مع الاستثمار التجاري والاداري، وبقى في ناس متخصصه جدا في الموضوع ده، لدرجه ان بقوا المطورين مؤخرا ياخدوا قطع اراضي وياخدوا تراخيص من وزاره السياحه ان هم يعملوا ده فندق، سواء 3 او 5 نجوم او 7 نجوم، ويبتدوا ان هم يعملوا وحدات فندقيه مرخصه ويبيعوها. وبقى في امكانيه ان العميل النهارده يقدر يشتري وحده فندقيه تحت اداره فنادق عالميه كبيره ويدفع مقدم والباقي اقساط. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. والحقيقه انا جايب لحضراتكم 7 أو 6 مشاريع على مستوى الجمهوريه من افضل المشاريع للاستثمار في القطاع الفندقي. هبتدي بكورنيش النيل. كورنيش النيل شركه نوفارا تحت اداره فندق عالمي، عاملين مبنى فندقي مبني بالكامل، استلام كمان 6 شهور والايجار بعد سنه. بالاضافه كمان الى ان هو في وحدات بتبص على النيل مباشره، وحدات بتبص على الاهرامات. فالفيو بتاع الوحدات الفندقيه مميز جدا، بتستلم الوحده بتاعتك متشطبه بالتكييفات والفرشه كمان. والفندق بيبقى الزامي عليهم في العقد ان هو يأجر لك الوحده دي بنسبه كحد ادنى 18%. ولو ما اجرش لحضرتك الوحده الفندقيه، عامل عليه شرط جزائي ان هو يديك 10% كغرامه لغايه ما ياجر لك الوحده بتاعت حضرتك. فكده كده حضرتك ضامن ان الوحده دي متاجره. طب هل المبنى قائم ومبني؟ مبنى قائم ومبني. هل الفندق لو حضرتك اتصلت او دخلت على الويب سايت بتاع الفندق وسالتهم على امكانيه ان هم ياجروا لك الوحده دي، بالفعل هياجروا لك الوحده دي. كل ده موجود في العقد والزامي، وتقدر تيجي تعين وحدتك دلوقتي. اقل الوحدات اللي بتبص على النيل مباشره في كورنيش او كورنيش النيل اللي في المعادي، هتلاقي ابتداء من 12 13 مليون جنيه قسط. طبعا تدفع 25% او 35 او 50%، والقسط فيه 3 سنين و4 سنين و5 سنين، واستلام في خلال 6 شهور وايجار بعد سنه. ده بالنسبه لنوفارا. طبعا العملاق الكبير اركان في زايد، انتوا عارفين، كلنا عارفين اركان في زايد عاملين فيز جديده بتبتدي فيها طبعا الوحدات الفندقيه ب 20 مليون جنيه ابتداء. بتبقى غرفتين نوم ب 20 مليون جنيه، تقدر حضرتك تاخدها وتأجرها، والايجارات هناك ارقام كبيره. عند حضرتك في التجمع الخامس برضو جازي انتوا عارفين طبعا جازي عاملين وحدات فندقيه راقيه جدا وكلاسي جدا، يعني ترتقي لمستوى A بلس ب 22 مليون جنيه. بعد كده عند حضرتك بعد نوفارا شويه في المعادي، باركورنيش المعادي، الشركه المصريه السعوديه SED تحت اداره الهيلتون، عاملين 3 غرف نوم بس مساحات كبيره طبعا، بتبقى 70 مليون جنيه. وعند حضرتك اي كابيتال الGW ماريوت في مصر الجديده ب 16 مليون جنيه. وعند حضرتك موراي بيدوا عائد سنوي بالدولار الزامي بنسبه 4.5% بالدولار، عائد سنوي 4.5% من قيمه الوحده بتاعت حضرتك بالدولار. دي كانت اميز مجموعه تقدر حضرتك تشتري معاهم وانت مطمن من المطور واوراقه القانونيه ونسبه انشاءات وتحت اداره فنادق كبيره جدا، وعقود بتاعتهم لو قريتها هتعجبك جدا. لو حضراتكم عايزين تستفسروا عن الاستثمار الفندقي اللي انا برشحه من ضمن الاستثمارات اللي هي في الصعود، يعني من بدايه من سنتين فاتوا لغايه دلوقتي في 5 سنين جايين، ناس كتيره جدا متوجهه للاستثمار الفندقي،
وعلى فكرة ناس كتيرة جدًا من دول الخليج ومن دول غرب آسيا بيستثمروا في مصر استثمار فندقي. فلو في أي تفاصيل حضرتك محتاجها أقدر أبعتها لك على الواتساب، بس حضرتك كلمني على الواتساب أو اتصل بيّا الأرقام اللي ظاهرة قصاد حضراتكم. شكرًا.